السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل شاورمة اللحمة بطريقة سهلة جدا. يا رب يا رب تكون فعلا سهلة وتعجبكم. مش عارفة هي تعتبر جديدة شوية عليكم، بس يا رب تعجبكم. انا عاملاها هنا في الفينو، اللي عايز يعملها في الكريب انا عملته قبل كده في شاورما الفراخ. طريقته سهلة جدا وبسيطة. يستحسن يكون اللحمة اللي احنا نستخدمها في شاورما اللحمة تكون عرق فليتو. للأسف ما كانش موجود يومها، فجبت برضو حتة ناعمة. يستحسن تجيبي قطعة اللحمة على بعضها وتشطفيها قبل ما تقطعيها وهي لسه سليمة، وبعد كده بتقطعيها شرايح رفيعة كده حوالي نص سنتي كده، مش تقطيعات الشاورما، لا شرايح زي ما انت شايفاها قدامك كده. وبعد ما بتقطعيها بتعينيها في الفريزر ليلة. يعني لو عملت كده على بيات تطلعيها بقى الصبح، والخطوة دي بتقلل وقت السوى جدا. بتخليها سريعة في التسوية من غير لا زبادي ولا اي اضافات ولا اي تتبيلات ننقعها فيها. خلي بالك عدم وجود الزبادي كمان بيخليها ما تحرقليش الطاسه بشوحها في ايه؟ يستحسن تكون اي دهن حيواني، يعني ممكن سمنه بلدي، ممكن ليا ودي الاحسن والافضل، ممكن او دهن حيواني عادي، او بقى زيت وده ارضى حاجه. لو جبتي اللي ومش حابه ريحتها ما تخافيش، لو شوحتي فيها اللحمه البلدي بتاعتنا بتديلها نفس ريحه اللحمه، وبتروح منها ريحه الخرفان اللي بيتضايق من الريحه دي شويه. بعد ما بتتشوح معايا كده وبنديلها الصدمه كده على الوشين، بنصفي بقى الماده الدهنيه الزياده، بتحطي بقى كوبايه ميه كده بتوطي عليها، لان التوطيه دي بتخليها تستوي معاكي اسرع لحد 3/4 تسويه كده، ما تسويهاش قوي عشان لسه هنقطعها لشرايح. بجيب هنا بقى مكان اللحمه حبه دهن من اللي انا كنت مشوحه فيهم اللحمه، وبقطع بشوح فيهم بصلايه متقطعه جوليان او شرايح زي ما انتم شايفين كده، وبضيف عليهم شويه فلفل اخضر برضو شرايح كده. في ناس بتحط شرايح طماطم، انا بحب اعملها بالبصل والفلفل بس. بنجيب اللحمه بتاعتنا بتكون استوت، ما بتاخدش اي وقت على النار، ربع ساعه او ازيد شويه صغيرين، ما بتخليهاش تستوي قوي تدخل في مرحله السوى القوي، علشان تقدري تتحكمي فيها وانت بتقطعها بالمنظر اللي انت شايفاه معاكي ده. شايفين قد ايه هي مستويه بس مش مهريه، خلي بالك من النقطه دي. بقى بتقطعيها بقى بالسمك اللي انت حباه، وطبعا لو عرق الفليتو هيبقى كمان اجمل واجمل، لانه يبقى عباره عن اسطوانه كده، بتقدري تقطعيها حلو لشرايح حلوه، وبتتحكمي فيها شويه، ما بيكونش فيها دهن ولا حاجه. بعد ما بنقطعها طبعا البصل شوحناه مع الفلفل، بنحط توابلنا، التوابل اللي انت بتحبيها. يعني ناس تحبها بالفلفل بس، ناس تحط عليه شويه بهارات لحمه، ناس تحط كوبيبه صيني، ناس تحط شويه جوز الطيب، ممكن برضو في ناس بيحطوا قرفة، اي توابل انت حباها وبتحبي طعمها. وبعد كده بس اهو تقلبتين كده وخلاص كده بتكون الشاورما جاهزة معانا. وبنجيب بقى الكرب بتاعنا او الفينو زي ما انت حابة برضو، او الكايزر زي ما انت عايزة تحطي، بتعمليه كده في الصينية، بتسخنيه، بتعكيه بقى من الصوص بتاع الشاورما زي ما انتوا شايفين معايا كده، بديله تسخينة تحميرة بسيط، وبروح حاطه فيه بقى الكميه اللي انا عايزاها. بعد بقى ما بتعملي الساندوتش بتاعك بتحطي عليها الصوصات اللي انت حباها، ممكن كاتشب، مايونيز، ممكن كمان التوميه زي ما انت، طحينه، كل الحاجات دي مقبوله مع ساندوتش شاورما اللحمه زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا طبعا عندكم فيديو الكاتشب جميل جدا جدا وبطريقه جميله وروعه وهتعجبكم انا متاكده. عملت هنا عامله طحينه، سلطه طحينه، برضو عندكم فيديوهين كمان عن الطحينه وازاي اعمل السلطه، ازاي اعمل الطحينه وازاي اعمل سلطه الطحينه. وعندكم شورتات برضو، شورتس كده، يبقى الساندوتش بتاعنا كامل. مش قادرة اقول لكم على طعامته ولذته قد ايه هو كمان سهل قوي. هتحبوه ان شاء الله، وهتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ليا ولأولادي بصلاح الحال. وما تنسونيش كمان في تعليق حلو منكم، واللايك والشير والاشتراك في القناة لو لقيتوا ان القناة والفيديوهات اللي انا بنزلها تستحق الدعم منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.